السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أحبتي في الله، اعلموا أن نصر الله تبارك وتعالى لعباده المستضعفين حق لا مراء فيه، ووعد صادق لا يخلفه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا تحقق النصر بأسبابه وتم الصبر على البلاء والاستقامة على الطاعة، فإن فرج الله تبارك وتعالى قريب، ونصرته تبارك وتعالى لازمة حين ذلك للمؤمنين. واعلموا أولا أيها الأحبة الأكارم أن لله تبارك وتعالى سنن في إهلاك الظالمين وكذلك في نصرة المستضعفين. واعلموا أن من سنن الله تبارك وتعالى القاضية أنه يهلك الظلمة وينصر المضطهدين، ولكن في وقت يختاره بحكمته البالغة عز وجل. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد أرانا التاريخ أيها الأحبة الأكارم أن الأمم الظالمة إذا بغت وطغت فإنها تنقرف إلى الزوال ولا بد وإن طال بها الأمد. واعلموا أيضا أن هنالك أسباب لتأخير النصر. من الأسباب التي يؤخر الله تبارك وتعالى نصرته لعباده المؤمنين الابتلاء والامتحان. يكون هنالك في بداية الأمر ابتلاء وامتحان، فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب والصادق من المنافق، وكذلك يستدرج الله تبارك وتعالى الظالمين، فالله تبارك وتعالى يعطي الظالم فرصة ليتوب، فإن أصر على ظلمه أخذه أخذ عزيز مقتدر. كذلك أيها الأحبة الأكارم من الأسباب أن يأتي تحقيق الاعتماد على الله تبارك وتعالى، يعلم المؤمنون أن النصر لا يأتي إلا من عند الله تبارك وتعالى وحده، حينئذ يلجأوا إليه وحده عز وجل. ثالثا أيها الأحبة الأكارم، متى يأتي النصر؟ يأتي النصر حين يصبر المؤمنون ويثقون بوعد الله تبارك وتعالى، يرجعون إلى دينهم ويصلحون ذات بينهم، يدعون الله تبارك وتعالى بإخلاص ويقيمون العدل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. واعلموا أحبتي في الله، أخيرا اعلموا أن وعد الله تبارك وتعالى لا يخلف، وعده لا يخلف، وسنته لا تبدل ولا تغير، فلا تيأسوا من روح الله، فإن الفجر يطلع بعد ظلمة الليل، والنصر يأتي بعد اشتداد الكرب. وقال ربنا تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، لذلك فاصبروا واعلموا أن الله مع الصابرين وأن العاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله.